دي طريقة السلطان ابو عمو اللي بتتباع ب 1150. بس دي طريقة السلطان الغلابة بتاعتنا هسام. هاي دي طريقة السلطان الغلابة ابو عمو. ويا ابو عمو يعني بسم الله ما شاء الله احلى طريقة السلطان. احلى طريقة السلطان. وخشيني بالمقادير. في بداية الفيديو ابو عمو ما تنساش تدعم عمتنا بالرحمة وربنا ينصر اخواننا في فلسطين وفي السودان. احنا في رمضان 24 واختراعات الحلويات كترت قوي، واللي انتم شايفينها في الفيديو دي اسمها طريقة السلطان، وسعر طريقة السلطان كام؟ 1150 جنيه. عبارة عن كم؟ عبارة عن 8 قطع. كم؟ ب 1150 جنيه، القطعة الواحدة عاملة 165 جنيه. القطعة عاملة 160 جنيه، 165 جنيه. وطبعا الحاجات دي يا ابو عمو شفتها، الحاجات دي مقاطعة بالنسبة لنا، والنهارده ابو عمو هنعملوها بميزانية 100 جنيه يعني. وكده ابو عمو هنجيبوا لفة الجلاش بتاعتنا 15 جنيه يعني، وكده هو ابو عمو هنجيبوا صينية وسط معانا وهندهنوها دهن السمنة يا ابو عمو زي كده هو، وهنجيب ورقة الجلاش يا ابو عمو وننزل بيها في الصينية زي كده هو، وكل ورقة ابو عمو ندوها دهن السمنة زي كده هو، نجيب تاني ورقة ابو عمو وننزل زي كده هو برضه في الصينية، والاطراف برضه ننزلوها زي كده هو وندوها سمنة برضه. وبعد ما نزلنا ابو عمو بنص لفة الجلاش هنجيب ورقة زبدة يا ابو عمو وننزل عليها في الصينية زي كده هو. ورقة الزبدة بكد حجم الصينية عشان أول ما تطيب ونطلعوها تبقى مقسومة على النصين يا أبو عمو، وكده أبو عمو ننزل باقي ورق الجلاش وندي بين كل ورقة وأختها دهن السمنة زي كده لحد لما تخلص معانا اللفة، ونلم الأطراف برضه زي كده هو وندهنهم سمنة. وهذا أبو عمو بعد ما عملنا صينية الجلاش كلها يلا بينا أبو عمو نوديها الفرن على نار متوسطة من فوق ومن تحت لحد لما وشها يحمر. وهذا أبو عمو بعد ما طلعت من الفرن كده هو هنركنها على جنب ونسيبوها تبرد براحتها يا أبو عمو. يلا بينا نجهز الكريمة. كده أبو عمو نجيب طبق فاضي هننزل فيه كوباية إلا ربع من اللبن. لا بنجيب نص سكاني. هتنزل بالكوبايه كلها ابو عمو، بس اهم حاجه اللبن يكون لبن مسلج يا ابو عمو. هننزل عليهم كيسين من الكريم شانتيه وهنضربهم بمضرب الكهرباء لحد لما قوامهم يبقى ثقيل معانا. وادي الكريم بعد ما جهزناها ابو عمو. بص دي سر النجاح. اقلب بص يا ابو عمو، لو الكريمه معاك كده يبقى اصلي 100%. بس خلاص. وهناخد من الكريم بس معلقتين ابو عمو كده هوا، وهننزل عليهم بنقطتين من لون الطعم الاخضر. هذه نقطه، هذه الثانيه، وهننزلوا عليهم بشويه من الفستق المطحون. هو المفروض دول يبقى صوص بوستاشيو لو انت من ايجيبت، او صوص فستق لو انت من مصر، بس عشان صوص الفستق دي حاجه غاليه قوي فاحنا هنعملوه البديل ونقلبوهم كده كويس ابو عمو. وهم ابو عمو بعد ما حطينا لهم اللون، ولو ما عندكش شويه الفستق المطحونين اللي احنا حطيناهم دول حط شويه فستق مطحونين وما تتعبش نفسك ابو عمو بالفستق بلا بتاع عادي. نركن دول على جنب ونجيب صينيه كبيره ونجيب صينيه الجلاش بتاعتنا بعد ما بردت يا ابو عمو ونطلعوها زي كده اهو. بسم الله واعي. يا حلاوه. هي مقسومه على النصين. يا بالراحه عليها قد ب 1150 دقيقة. مش دقيق اللي ب 1150 ده ب 100 جنيه. البديل دي فصلناهم عن بعض بسبب ورقه الزبده اللي احنا كنا حاطينها. والله ريحتها جامده. والنص اللي محمر من فوق دي يا ابو عمو نجيب الكريمه الخضراء اللي احنا عملناها وننزل عليها. الكريمه الخضراء دي صوص بيستاشيو بعدين. صوص بيستاشيو الغلابه وتوزعهم كده بالراحه. وبعد ما فردنا صوص البيستاشيو الغلابه عليها ابو عمو هنجيب النص الثاني يا ابو عمو ننزل عليها زي كده اهو. وهي بعد ما حطيناها زي كده اهو ابو عمو هنقسمها مثلثات، وكده يا ابو عمو نجيب السكينه وتجيب سكينه حاميه وتقطعها مثلثات. كده ابو عمو نقطعوها نصين الناحيه الثانيه. بعد ما قطعناها مثلثات زي كده اهو ابو عمو نجيب كل مثلث لحاله ابو عمو ندهنه من كده اهو كريمه كله على جنابه من فوق ومن تحت اهو ابو عمو. بعد ما دهنا الترك كريمه كده كويس من على جنابه من فوق ومن تحت هنسيبه على جنب زي كده اهو من فوق بس، ونجيب ترك ثاني ابو عمو وندهن. معلش هي المرحله دي كلها دعك ابو عمو. لغوصه صح؟ ايوه المرحله دي كلها لغوصه. واحنا شعارنا في الحياه عكو ليش كله كويس. وهذا ابو عمو بعد ما دهناهم كلهم بالكريمه زي كده وكل مثلث لحاله هنسيبوهم في الفريزر 10 دقائق قبل الكريمه تجمد، بعدين ننزلوا عليهم بالشوكولاته. وهذا ابو عمو بعد ما جمدناها شوي حطيناها في الفريزر ابو عمو 10 دقائق عشان تمسك نفسها. هنجيب كده هو شوكولاته مطبخ سايحه معانا مسيحينها، وهننزل عليهم كل وحده نغرقها بالشوكولاته، ونجيب ابو عمو الفستق المطحون زي كده هو وننزل على الجناب. لما عندكش فستق مش اشكال عادي ابو عمو، الميزانيه كده كبرت. ويا ابو عمو لحد لما تبقى معنا بالشكل دي يعني واعي يا ابو عمو. اطلق السلطان هي بعد ما جهزت معانا يعني واعي. بسم الله ما شاء الله. يا ابو عمو ادي هي دي تاخذي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك قسمت على رزقك. اللهم لك قسمت على رزقك افطرت. طب والله اظن طعمها جامد واعي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايك يا اخو؟ طعمها فايق يعني واعي ابو عمو. بسم الله. انصحكم اعتمدوا الطريقة دي وما تشتروهاش ب 1150. اعتمد الطريقة ما تشتروهاش ب 1150. لو عجبك الفيديو يا ابو عمو ما تنساش تعمل لايك وفولو. صلى على النبي. سلام يا غالي.